السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. حلقة جديدة من كلام جمهور. النهاردة هنحلل مباراة النادي الأهلي واستاد أبيجان، المباراة الافتتاحية في دور المجموعات في بطولة أفريقيا. النادي الأهلي فاز على استاد أبيجان 4-2. بداية من التشكيل كان ليا، بس أنا عاوز أتكلم كم نقطة على التشكيل. النادي الأهلي فاز، أيوة النادي الأهلي فاز، بس إحنا عاوزين نتكلم كلام كورة، مليناش علاقة بالنتيجة. النادي الأهلي بيلاعب فريق زي ده، مع احترامي ليه في كذا فريق، يعني يعتبر لو هيلعب في الدوري المصري يبقى من الأندية المتزايدة في الترتيب في الدوري المصري. طب مع فريق زي كده مش لازم ندي اللعيبة اللي هي ما بتلعبش فرص، ومثلا والتشكيلة تكون تركيبتها صح؟ يعني إيه التشكيلة تكون تركيبتها صح؟ يعني معناها أشوف مثلا واحد زي عمر كمال بصفاته الهجومية أشوفه في الباك يمين بدل خالد عبد الفتاح مثلا. فرقة زي كده، إيه نوع الخطورة لو أنت شايف مثلا إن عمر كمال عبد واحد هيعمل مشاكل دفاعية؟ إيه نوع الخطورة في فرقة زي دي هتعمله عليك؟ إن أولى إن إحنا بنهاجم فرقة زي دي وعاوزين نبين قوانا الهجومية قدام القوة الهجومية للنادي الأهلي قدام أي حد، هنلعب بعمر كمال. عندي نقطة تاني، سؤال تاني، أبو نص الملعب ليه تركيبة أكرم ومروان؟ أكرم ومروان وقفشة. طب ما ممكن تبقى عادي ومروان يلعب جاي وبعد قدامه قفشة وإمام، مش لازم اتنين رقم ستة يلعبوا في الملعب مع فرقة زي دي، مع احترامي ليها حتى لو فرقة قوية قدامك. قلنا النادي الأهلي لازم النادي الأهلي يلعب معاه، يلعب اتنين رقم تمانية، لعيبة كورة، لعيبة تعرف تطلعك بالكورة وتعمل نقلة نوعية في نص الملعب، يعني تعرف تقف على الكورة، تعرف تعمل مهارة، تعرف تعمل سرو، لعيبة تعمل إضافة. ألا لعيبة كلها سنيدة في نص الملعب مش هتعمل إضافة. عندك رضا سليم برضه لازم ياخد فرصة. رضا سليم مش لعيب وحش، رضا سليم هي الإصابات اللي عطلته، كسول شوية، بس لازم تديه فرصة. مش انت برضه مش هتلعب بظاهر وحسين الشحات طول الماتشات. بداية المباراة النادي الأهلي طبعا فريق قدامنا فريق يعني مستوى ضعيف جدا. النادي الأهلي بدأ المباراة فرصة لطاهر محمد طاهر، بعدها كورة كهربا في نص الملعب بيستلم. كهربا النهاردة كان بيلعب كورة، بيشغل الفريق، استلم كورة، ادى محمد مجدي قفشة. محمد مجدي قفشة عدى من اللعيب من ناحية اليمين ورفع اوفر بالمقاس، محمود كهربا احرز الهدف الاول. بعدها الهدف الثاني للنادي الاهلي عن طريق محمد مجدي قفشة 1-2 بينه وبين طاهر. بعدها الهدف الثالث برضه 1-2 بين كهربا وحسين الشحات، يحرز الهدف الثالث حسين الشحات للنادي الاهلي. النادي الاهلي متسيد المباراة. فريق زي كده برضه مع احترامي ليه فريق ضعيف جدا. النادي الاهلي من لمسة واثنين بيلعب ويوصل، يوصل يعمل انفرادات. عندنا كنت عاوز اتكلم نقطة التحكيم. الحكام عندنا بيرفعوا الراية، مش عارف بيرفع الراية غلط. قارة زي افريقيا، قارة زي افريقيا كبيرة ما فيش حكام فار، يعني ما فيش حكم فار، يعني ما فيش فار للبطولة زي كده، وبتبدأ من دور المجموعات من غير فار. قبل الفكرة يعني. انت برضو في الدقيقة 41 نادي استاد أبيجان أحرز هدف، غلطة من ياسر إبراهيم، غلطة من دفاع النادي الأهلي وياسر إبراهيم. عندك ياسر إبراهيم برضو بيرجع من الإصابة، بتحسه فقد الذاكرة، ما بيعرفش يوقف في مكانه، وبيحتاج ماتش واتنين غير ما يستسلم على المكان بتاعه ويطبق عليه. انتهى الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي 3-1. بدأ الشوط الثاني النادي الأهلي مستحوذ ومسيطر. محمود كهربا أحرز الهدف الرابع بطريقة جميلة. انت عاوز اتكلم بخصوص كهربا النهارده جاب هدفين واضاع هدفين. كهربا لازم اللعيب يبقى عنده التكنيكال لما يكون داخل على المرمى، حتى لو الجون فاضي لازم يكون واقف على رجله صح. يعني واقف على رجله صح، يعني مش متوتر ولا رجله فيها تذبذبات وبتاع، واقف تذبذبات يعني عشان كهربا هو رجله لازم يكون واقف على رجله مستقر كده وهادي عشان يعرف يحط الكورة. عاوز اقول كلمة لكهربا، كهربا من احسن اللعيبة قبل ما يجي النادي الاهلي، كان من احسن اللعيبة في مصر ان لم يكن احسن، من احسن الاجنحة في مصر. كهربا جه راجل مش مهتم بصحته وسهراته وبتاع. طب انت دلوقتي انت راجل، يعني انت ككورة انت راجل عالي، انت عمرك في الملعب قليل، اهتم بالكورة وبتاع وبعدين شوف دنيتك بعدين. يعني الكورة عمرك في الكورة صغير. بس هو ده اللي انا عاوز اقوله له. التغييرات، بس كنت عاوز اتكلم برضه بخصوص التغييرات. المستر كولر راح طلع نص الملعب، طلع مجدي قفشه ونزل احمد نبيل كوكا. ابقى انا نص ملعبي، يعني انا اللي يرضي ربنا نص ملعبي بلاعب فرقه زي كده يبقى مروان واكرم وكوكا؟ طب ايه الفكره؟ يعني بلاعب مين؟ بلاعب ريال مدريد مثلا ولا ايه مثلا؟ يعني الثلاثه رقم ستة انا بداخل، لو داخل خناقه مش هعمل كده.
يعني لو دخل خناقة مش هلعب بثلاثة رقم ستة. نقطة تاني، لأن مستر كولر بيقعد في الدقيقة لغاية الدقيقة 71 ويعاند ويبدل. طب أنت دلوقتي إحنا مثلا واحد زي رضا سليم كان هيبكي على الدكة عاوز ينزل ودمع. يعني المفروض يعني ما تختلش اللعيبة بتاعتك وتساندها وتوقف في ظهرها. عندك عمر الساعي، يا عم نزل لنا عمر الساعي، ولنا ان هو مستواه وحش علشان كده انا ما برضاش انزل نشوفوه. يعني انت ليه الفكرة ان تنزل اللعيب اخر 10 دقايق؟ يحاول اللعيب ينزل عاوز يعمل كل في الحاجة في الكورة، يباصي ويشوت، يباصي ويشوت ويرقص، فتبقى في النتيجة ان الكورة تطلع منه وحشة ومستواه يبقى ضعيف وتختاله، يعني تختاله في اخر 10 دقايق. بس يعني أنا عاوز أتكلم بخصوص النقطة دي. بس يعني في نهاية المباراة أحب أهني جمهور النادي الأهلي وأقول له ألف مبروك والنادي الأهلي. وبس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.